بونجور، اخباركم ايه؟ انا ميمي. ناس كتير بتقول لي ايه الخطوط اللي في الورقه دي يا ميمي؟ اقول لهم دي دودة صانعة الأنفاق. ايوه، دي دوده بتنمو وسط الورق، وبتبتدي تغذى على العصاره بتاعه الورقه، وتمشي كده تعمل فيها انفاق، بتبوظ الورقه وممكن تبوظ النبات كله. هي ساعات كتير بتطلع في ورق، يعني مثلا دي ورقه داليا، وطلعت لي في الطماطم كمان. لازم نلاقيها بدري، هي سهله قوي ان انت تتعرف عليها. هتلاقي خطوط على الورقه. هنعالجها ازاي؟ اول حاجه لازم نشيل الورقه المريضه دي، نتخلص منها، لان غالبا الدود ده بايض البيض بتاعه في الورق ده. بصوا، بيبقى ساعات بيمشي عليها او بيمشي جواها. فالورقه دي خلاص كده ايه، بنشيلها عشان ما تعديش الباقيين. الدوده تبقى فيها لسه، وممكن تكون كمان بايضه بيض جواها، فاحنا عايزين نتخلص من الدوده والجيل الجاي. ما نضطرش نستنى لما يجي جديد البيض بتاعها يفقس نضطر نرش تاني. طيب لو انا اكتشفتها متاخر والنبات كله ورقه بالمنظر ده، مش هينفع طبعا اشيل الورق كله، يبقى هنتصرف ونوصل للخطوه التانيه اللي بنعملها برضو احترازيا، حتى لو لقينا ورقه او ورقتين، ان احنا نرش بمواد حارقه. يعني ايه؟ احنا عايزين نتخلص من الدوده اللي على الورقه، فلما نرش مواد حارقه هتموتها. طب ايه زي المواد الحارقه؟ خل على ميه، مثلا معلقه خل على لتر ميه، خل ببيكربوناته، او نحط معلقه خل على معلقه صابون على معلقه ميه. دي بتبقى غالبا بتموت كل الحشرات اللي على الزرع. ونرش الورق كويس، وبعد 10 ايام نرشه تاني احتياطي لو في اي بيض. أو نرش الملاسيون اللي هو مبيد حشرات، وده بنلاقيه في أي محل بيع أدوات زراعية. حاجه زي كده ما تضايقكمش، وسهل جدا ان احنا نعالجها. اتمنى ان انتوا اتبسطتوا من الفيديو، ولو انتوا على اليوتيوب يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو انتوا على الفيسبوك انستجرام او تيك توك يا ريت تعملوا فولو ولايك. شكرا خالص، باي باي.